ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم حاجه حلوه كده، سهله وسريعه، ومن غير فرن، في ساعتها كده هناكلها يعني. محتاجين بقى بسكوت، اي نوع بسكوت انتوا تحبوه. انا حبيت ان انا اجيبه بالشوكولاته، يعني ده بيبقى محبب اكتر لينا طبعا وللصغيرين برضو. فجبت البسكوت ده. احنا ممكن طبعا نضربه بالكبه، نفرمه في الكبه، بس انا حبيت استخدم الخشب، المضرب الخشب ده، عشان لو محدش عنده كبه مثلا او محدش عايز يستخدم الكبه، احنا ممكن نكسره بدي عادي، بس هي بتاخد بس وقت شويه. فضلت بقى اكسر فيه لحد ما يعني ينعم معانا خالص كده بقى بالمنظر ده زي ما احنا شايفين كده. بس طبعا هو بيحتاج وقت كتير، يعني هتاخد وقت كتير على ما تكسره. وبعدين بقى محتاجين معانا زبده. ونفضل بقى هي الزبده ساعتها هنا كانت سخنه، فانا حبيت اعملها بالسباتولا دي علشان السخونيه يعني تطلع واعرف اعملها بايديا. ممكن احنا نلبس جوانتي عادي او بايدينا عادي وكده. احنا طبعا كنت غاسله ايدي كويس جدا قبل ما اعملها بايدي. طبعا احنا يعني المفروض كانت تبقى الزبده بدرجه حراره الغرفه عادي عشان ما نسيحهاش وكده، بس يعني انا سيحتها عشان كانت عندي في الفريزر، فطلعتها وسيحتها كده. بعد كده بقى حطيتها على البسكوت وفضلت بقى اقلب فيها لحد ما العجينه تبقى متماسكه معايا تماما. هنعمل بقى هنا الحشوه اللي جوه الكريمه. معانا كريمه وميه، بس انا الميه هنا حطيت شويه صغيرين علشان يعني الكريمه ما تبقاش عامله معايا قوي، يعني انا احتجت ميه بعدها ما حطيتش الميه كلها مع بعض، لا حطيت الكريمه وبعد كده حطيت شويه ميه وقلبتهم مع بعض، ولما احتجت ميه انا قمت حاطه بقى بعدها ميه. في المرحله دي بقى كنت عملت الخليط معايا كويس جدا، بقى متماسك. هنحط بقى على ورقه زبده من تحت ومن فوق، يعني هنحط الخليط على ورقه الزبده ونفرده، وبعدين نقوم حاطين عليه ورقه زبده تانية من فوق، ونفضل بقى نفرد فيه لحد ما يبقى معانا بالمنظر ده. طبعا احنا ممكن نفرد اكتر من كده، بس عشان طبقه البسكوت ما تبقاش رقيقه قوي يعني. وحطيت بقى معانا الكريمه اللي احنا كنا عاملينها، فضلت افرد فيها كده، يعني القاعده كلها كريمه. هنا بقى بعد ما فردنا الكريمه كويس جدا، معانا بقى موز. انا حبيت اعملها بفاكهه الموز، يعني ممكن احنا نحط اي فاكهه احنا حابينها، ممكن نحط برضو زي تبقى سلطه فواكه كده، ممكن موز على فراوله على كيوي اي حاجه، بس يعني انا حبيت احط موز بس. فحطيت الموز كده وفردته عشان يبقى في المنتشر في الكيكه كلها. هي المفروض تبقى اسمها سويس رول، يعني شبه السويس رول كده شويه، شبه الهوهوس شويه كده. وورقة الزبدة بقى اللي احنا كنا حاطينها تحتها هنبدأ كده نلفها زي رول كده، واحدة بواحدة، وكل ما نعمل رول نسوي. هنفضل بقى نسوي فيها كده عشان تبقى طالعة مستقيمة كده وشكلها حلو ومساوية من فوق. وده بقى كان شكلها النهائي بعد ما خلصتها. وطبعا تحط في التلاجة شوية عشان نعرف نقطعها، وانا هنا ما كنتش لسه حطيتها في التلاجة، بس بعدها بقى حطيتها في التلاجة. حبيت بس اوريكم شكلها، طعمها تحفة جدا وسهلة وسريعة ومتاخدش وقت خالص. جربوها بقى يا بنات وقولوا رأيكم فيها. مع السلامة.